بصوا يا جماعة الجمال ده، شايفين البصل عامل ازاي؟ لونه وردي كده ويفتح النفس وريحته طالعة خطيرة. بجد طعمه حكاية، مقرمش ولا اروع من كده. زي اللي بتشتريه من بره بالظبط، يمكن يكون احلى كمان. كفايه انك انت عاملاه بايدك الحلوين دول. والطريقه دي مضمونه 100%، لا بيسود ولا بينهري ولا بيعمل ريحه وحشه خالص. انا كنت سايباه حوالي بالظبط 8 ايام او اسبوع كده، وده شكله بعد ما تخلل بجد تحفه. ما شاء الله. شايفين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو على طول ونشوف الطريقة خطوة بخطوة، ونعمل أحلى بصل مخلل ممكن تجربيه في حياتك. وطريقة سهلة وبسيطة، بس منساش اللايك والشير وكومنت حلو منكم كده. يلا بينا على طول نسمي ونصلي على رسول الله. معايا حوالي 2 كيلو من البصل، بصل أحمر أو أبيض. طبعا بيبقى البصل الصغيرة المدورة دي، عشان لما تتخلل بتديكي شكل حلو كده في البرطمان. طبعا بنجيبه وبنغسله كويس قوي من التراب. زي ما انت هتشوفي كده، شايفة؟ ممكن لو بصل أبيض بيكون يستحسن كمان، ولكن ده اللي لقيته في السوق. بنشيل بقى منه تراب بقى، بنغسله كده مرة واتنين بالشكل ده، وانشله كده من الطبق اللي كان فيه. دي خطوة مهمة جدا جدا، لازم تغسليه كويس من اي ترابة فيه. طبعا يستحسن زي ما قلت لكم يكون بصل ابيض، ولكن ده البصل ده لقيته في السوق. بنعمل ايه بقى بعد ما بنغسله؟ بنسيبه بقشر كده ويكون غاليه ميه، وببدا احط عليه الميه المغليه لمده قد ايه، من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل. ما فيش اكتر من كده. احنا مش بنسلقه، احنا بس بنفوقه كده شويه علشان لما اخلله في محلول التخليل بتاعه يدخل كده المحلول التخليل كده ويتخلخل فيه كده. تمام. اول ما يبدا بالظبط الاقي الميه بردت، يعني اسيب الميه لما تبرد خالص، بنبدا بنجيب بوله تانية وانزل بحوالي كده معلقتين من الملح وربع كوبايه من الخل وادوبهم كويس قوي. ونيجي بقى نمسك البصل بتاعنا الجميل ده واحده واحده كده. بس بعد ما الميه تبرد. انا سبته قد ايه؟ سبته حوالي بالظبط، يعني انا كنت حاطه الميه الصبح، اخر النهار بقى قعدت اتسلى فيه كده. ونبدا نقشر القشره اللي بتبقى فوق الوش دي. انت كده كده هتلاقي القشره بتتقشر لوحديها. تمام. بنيجي بقى نحطه في الميه دي ليه؟ عشان ما يسمرش معانا ولا يطرى معانا. نبدأ بقى، عشان انا باخد وقت كده لما بقعد اقشره. احنا بقى بنقشر بصل كده، خليني اقول لكم على شوية فوائد ممكن كتير مننا ما يعرفهاش. عارفين ان البصل ده من اكتر الحاجات اللي بتقوي المناعة؟ يعني لو الواحد بياكل بصل على طول جسمه بيبقى قوي كده، وبيقاوم البرد والانفلونزا. وكمان البصل بينظف الجسم من السموم، وبيساعد على تنظيم السكر في الدم. مهم جدا للناس اللي عندها سكر. وكمان في مضاد اكسدة بتخلي البشرة حلوة كده، وبتأخر كمان التجاعيد. بصراحة البصل ده كنز، بس محدش واخد باله منه. يلا نكمل بقى تقشير علشان احنا نبدأ التخليل على طول. ما شاء الله. شايفين الكمية يا بنات؟ بتبقى حلوة جدا جدا. بيبقى عندك كده برطمان المخلل كده في التلاجة، كنز والله. هنخلص بقى تقشير البصل بالشكل ده. شايفين لونه عامل ازاي؟ جميل كده وصغير كده واحلى حاجة فيه البصل المخلل بيبقى جميل جدا جدا. في ريح الاكل كده بيفتح نفسك على الاكل. هنخلص بقى كل الكمية اهي. ما شاء الله. شايفين البصل عامل ازاي؟ لونه زي ما هو. خلصت كل الكمية اهي. البصلة الحمراء حلوة مفيش مشكلة، ولكن لما يكون بصل ابيض يفضل. تعالي بقى نخلله بقى. معايا هنا حوالي جزرتين 3 بشرتهم، وحوالي معلقتين كبار كده من هريسة الشطة دي اللي انا عاملاها في البيت معاكم قبل كده. لو عايزين اسيب لكم لينك الفيديو ده تحت. جميل، ما لا بتغير لون ولا طعم ولا اي حاجة، بتتني الشطة كده على لونها، وجميلة جدا لو حطيتها بره التلاجة كمان. هنبدأ بقى. الحاجات دي كلها اختيار يا بنات. اهم حاجة في تخليل البصل هو الملح والخل. كل اللي انا هنحطه ده اختياري. حطيت حوالي معلقة كده من حبة البركة بتبقى حلوة، والشطة والجزر. تعالي بقى نجيب برطمان حلو كده معقم، ونبدأ ننزل بالبصل بتاعنا فيه. في الوقت ده بقى لو حابة تحط قرون فلفل خضرا حمرا براحتك. شريحة كده من البنكر صغيرة كده تدي لون حلو كده وردي جميل. حطي براحتك اللي زي ما ده متاح لك. هنبدأ بقى نجيب محلول الملح. محلول الملح بتاعنا عبارة عن لتر مية أنا غليها وسبتها لما تبرد، وبدأت أحط على لتر المية 4 معالق ملح هرميين زي ما انتوا شفت كده، ونص معلقة من ملح الليمون. أنا بوريكي ملح الليمون أهو. تمام. لو ما عندكيش ملح ليمون ممكن تحطي ليمونتين كبار كده تعصرهم على المية دي. وكمان هنحط معلقتين من السكر وربع معلقة من الخل. تمام.
بسيب المية يا بنات لما تبرد خالص، اوعك تحطها دافية او سخنة على البصل عشان ما تسودش معاكي البصل. ونقلب الكلام ده كله مع بعض ونبدأ نحطه على البصل بتاعنا بالشكل اللي هتشوفيه ده. مفيش اسهل من كده. تمام، خد معايا بالظبط لتر مية. باسيبه لما يبرد تماما، وبعد كده بقى بغطي بمعلقتين من الزيت كده عشان اضمن ان اي هوا ما يخشلهوش، واغطيه كده بغطا محكم، واسيبه حوالي قد ايه، حوالي اسبوع بالظبط. طبعا اول يومين ثلاثة كده ما تفتحيش عليه عشان الهوا ما يدخلش فيه. تعالي بقى بعد اسبوع شوفوا البصل عامل ازاي، لونه كده بيبرق ومقرمش وريحته بجد وهم. وبصراحة يا جماعة دي أكتر طريقة جربتها وطالعة ناجحة جدا ومضمونة 100%، وكل مرة بعملها بتطلع أحلى من التانية. شايفين بقى البصل بعد أسبوع عامل ازاي، لونه وردي ويفتح النفس وريحته بجد خطيرة. شايفين ما شاء الله، هناخد منها حتة كده واوريهولكوا قد ايه هو مقرمش وجميل، ولا طرى ولا أي حاجة، وطعمه بجد حلوة. الطريقة دي يا جماعة مضمونة، لا بيسود ولا بيطرى، والبصل كده تحفة. في كل أكلة كده تحط جنبها الطبق ده. جربوه وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير. سلام.